بتقول ايه يا عم جمال؟ انا بقول لك انا زعلان من انت هتمشي وتسيبيني. زعلان؟ عيشكم مليان بيبان، عيشكم مليان بيبان، هتمشي وتسيبيني. يومكم سعيد. بيقولوا الحياة في مصر حاجة تانية، فعلا الحياة في مصر حاجة تانية، بالذات لما بتكون صاحب مزاج وصاحب مزاج عالي كده، تحب التغيير. بس عادي بتحبوا تسمعوني حتى لو في ايه باللازم، يعني خدكم جولة بقى مع ناس حلوة، ناس بتصطاد سمك، ناس يعني كل حاجة موجودة النهاردة. تفرحوا معايا وتتبسطوا معايا، ودايما بحبكم تكونوا معايا في كل وقت من اوقات حياتي اللي انا بحبها. وانا بقى ماشية دلوقتي في القناطر، جمال القناطر. قابلت احسن حاجة بقى، وقابلت بقى حد عسل كده في مكان عسل اسمه عم ايه؟ عم ايه؟ عم جمال. ازيك يا عم جمال؟ عم جمال مختار مكان كده، موقع استراتيجي علشان يصطاد فيه. شوفوا بقى المكان اللي هو عم جمال قاعد فيه. استنوا ثواني بس يا عم جمال، يعني قاعد في مكان صعب قوي. يعني انا من ساعه ما جيت وانا خايفه اقول عم جمال قاعد في المكان ده ازاي. انا عايزه اجيبه من زاويه تانية، بس يا رب ادعوا لي الا اقع في البحر ولا حاجه. عم جمال انت شايفني من هنا؟ ثواني كده، يعني انتوا متخيلين عم جمال قاعد؟ انت فين يا عم جمال؟ انا مش شايفاك. متخيلين عم جمال قاعد في مكان ازاي عشان يصطاد، وجايب صناره اهيت. صناره حتى شكلها غريب جدا. المهم يا عم جمال، عندك كام سنه؟ 16/5/63. عندك كام؟ 16/5/63. ما شاء الله. عندي حوالي 63. عندك حوالي 60 سنه بالظبط يا عم جمال. بس انا ما بشتغلش اي مشكله، اي مشكله مجابلاني كده اطلع ورا ظهري وببص على اللي جاي. ايوه، فجالي هنا احسن من 30 سنه هنا في القناطر. عارف يا عم جمال احسن حاجه؟ وانا جايه لقيتك بتقول لي كلمه حلوه من غير حتى ما تعرفني. انا ما اعرفش. لقيتك بتقول لي ما تحوشيش حاجه لبكره. اوعي تحوشي يا غالي. انا اجيب آلي منطلون وقميص واشيلهم من السنه الجايه، ما اضمنش ان انا هعيش غير بكره. ايوه، هقوم البسهم واتمتع بيهم حتى لو مت بكره يبقى اتمتعت بالايدين. خدت بالك ليه؟ الزمن النهارده كل حاجه، كل وقت في حال، كل وقت في حال. الزمن حبيت الحته ديت، وقلت لك ساعتها تصدق اللي انا بعمل بالمبدا ده؟ قلت لك انا كمان كده مش بحب احوش حاجه لبكره خالص يا عم جمال. بص، السمك مال السوق. انا ما احبش السمكه اللي اطلعها اكلها. السمكه اللي انا بطلعها دهيت نسيتها زي البفتة بتاعت البحر المالح ده. وعايزه توصلي سمك وتكليف حق ربنا. ايوه، في شهر 7 تحط النهوت السناره تطلع لي بال10 النيل اللي هو كله بتربي. تاكلي منه السمك ايه؟ لا يا عم جمال بقى، انا هختلف معاك في المعلومه دي، لان انا عايشه على النيل برضه. لا يقول لك الخنين يبدا من شهر 3 و4 و5. الايام بتتجدد. رمضان الاول بيجي في الصيف، دلوقتي بيخش في الشتاء. يعني هي بتتقدم مالهاش شهر ثابت. اللهم صل على النبي. جبت سمكيه يا عم. هي يا عم جمال قول لي مواصفات السناره دي، هي فيها كام سن يا عم جمال؟ فيها حوالي من 40 سن. 40 سن. وبتطعم ال 40 سن ولا متطعمين؟ لا انت بتطعم حاجه معينه. لا السمك كده طرد مع بعضه كده. طرد مع بعض. انا بحط فيه بقى كده وسهيسه ووحشات بتيجي من عيني، من دلعي، من دماغي. على فكره انا صياده اصيله، انا بعرف اصطاد. المهم تطلع لي بره السمك وانا اسيبها. يعني ممكن السناره تجيب اكتر من سمكه؟ ما هي 3 دلوقتي. جيب 3. ما شاء الله ما شاء الله. بس انت راجل عسل يا عم جمال. انت اللي عسل. اقسم بالله. هات كده وريني. الله يخليك يا رب. ده انت هنا كل يوم بقى؟ ايوه والله انا بصلح افران غاز وبوتاجازات وطباخات. الموتوسيكل ده السمك اللي عم جمال جايبه. ما شاء الله عليه. بتبيعه يا عم جمال بقى ولا ابنك ده؟ يا اختي عسل سكر يا ناس. طيب انت بقى هتوريني كده السمك ده هنا اهو كده عادي ورولي كده. وري ده. لا انا هشوفه بس. ما شاء الله ما شاء الله. ده السمك اللي عم جمال بسم الله ما شاء الله مصطاده. ما شاء الله الله اكبر، يعني جميل جدا. ومعاه ابنه اهوت دايما بيجي معاه ويقعد معاه.
اللهم صل على النبي يا عم جمال. عارف يا عم جمال، انت راجل من الناس المصريين الاصله. ايوه والله من الاصله يعني، ما شاء الله. وريني السمكه، قرب السمكه كده. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. انت من الاصل قوي يا عم جمال، عزيتك كده يعني. مش ما شاء الله. كمان صيادين هنا اهوت على البحر ما شاء الله. هو رماها اول مره ما جابش سمك، يا رب المره دي بقى تجيب سمك، يا رب يرزق كل الناس يا رب. حلوه الناس ان هي تقوم من الصبح تدور على رزقها. حلو اللي احنا نبحث على رزقنا، ما نقولش الحاجه بقت غاليه والحاجه بقت مش عارفه ايه. يعني دايما ندور على اي حاجه. كان معانا مثال عم جمال اهوت بيصطاد السمك بتاعه كل يوم، مش مستني يعني يشتري سمك ولا حاجه من ديت. ودلوقتي بقى ايه يا رب، انا لو ما جبت السمك المره دي انا هبقى زعلان اقسم بالله. لا انت دلوقتي يا عم جمال قلت لي حاجه غريبه جدا، انك بتصطاد من غير طعم. انا طول عمري اجيب بوصه واجيب سناره وعجينه وابيت الغله بالليل واصبح الصبح اصطاد بيها وكده. لكن انت دلوقتي قلت لي ده السناره دي اصلا من غير طعم. طب ازاي؟ لطش وخلاص. مش انا قلت لك في مبدا الكلام ان السمكايه في تحت هنا كميه سمك جنبي، اللي هو الكيس الصغير الكبير دي، تيجي من عيني، تيجي من وجهي، تيجي من رجلي، المهم ان هي تطلع لبره، ولازم تكون واضحه يعني. لا المهم لازم تطلع ايه بتاع ده حلوه خالص. ده دي يعني انا يا دوبك هرمي السناره كده واديني لطشه وخلاص. لا انت بقى تحكي عليه بقى الجزاء من وجهه. يعني دلوقتي انا عرفت يعني ليه انت مستخبي ايه. حرام السمك. حرام السمك. ايوه. طب ما تديني هجرب. لا انا بحس بحاجه من ده. انا بحس بالنص. هو بتاع الشبكه ده لما بيطلع يحارب بيه، ممكن ما ياخدش، ممكن ياخد طرف سمك، ممكن ياخد فراي، ممكن ياخد ليمون، على حسب الرزق يعني. وانت بقول سمك كبار يعني سمك كبار مش حمام وطيار. لا لا. انا سعيده ان انا شفتك عامل وكمان في حاجه يعني مش هتكون اخر مره عشان انا تقريبا لا مش ضروري، بس اللغه مش مختلفه شويه. لا مش ضروري وعايشه على النيل والله. المهم يا عم جمال، انا حبيت اوريكم عم جمال الطيب، عم جمال اللي بيجي يعتمد على رزقه ان شاء الله من هنا. اوريكم ان هي مش هتكون اخر مره هنا في قناه السفينه، والقصص الجميله اللي كل يوم الواحد بيلاقيها وهو موجود في ايه، في اماكن المصريه الجميله ديت. احنا بنقول دايما المصريين قادرين يعملوا حاجات حلوه ما شاء الله عليهم، هم طيبين قوي وربنا معاهم، ومش عايزين نوقف ونقول الحاجات غاليه. احنا ممكن بسناره نجيب عشانه ونعدي ليلتنا. ودي الجمال. ويوم بطاطس ويوم بطاطس ويوم عدي على رأي عم جمال. اقلب يا عم. يقلب يا عم. وهنكمل معاكم الفيديو كمان شويه، كمان هنشوف قصص كمان وهنشوف صيادين كمان اللي بيصطادوا جنب الشبكه وكده، ومعاكم طول اليوم مع مروه. اللي بقى تستمروا كده بقى. حاضر يا عم جمال. وعم جمال قرر يوريني كل الحاجات اللي هو بيشتغل بيها. قال لي والله لازم أنا اوريكم كل الحاجات اللي انا بشتغل بيها هنا في الصيد. ايه يا عم جمال الحاجات الجميله دي؟ بسم الله ما شاء الله. ده بتاع الصنفر الكبير. الصنفر الكبير اللي هو 4 كيلو و5 كيلو. ده خد بالك. هي اتفضل شماط كده تاني صغير كده مربطه. بحيث المناقات. تعالى كده وريني كده. لو حاجه مثلا انت اهو تطلع مني اخد ايديه عشان ما جاش. ما شاء الله. ماشي. والليف يلا احط كده واروح نازل فيه واروح عامل واحد تاني. هو انت مشغلاه بقى؟ انت مشغلاه؟ فين كان متربى ازاي عشان مقطوع. انت بتجيب الحاجات دي منين يا عم جمال؟ بجيبها من المحموديه. المحموديه؟ من عند الشركه في اسكندريه.
بس الحاجات دي مكلفه يا عم جمال، يعني ده يعمل له فلوس قد ايه؟ ده حاليا يعني حاليا دلوقتي بالله الايام ديت تخش له ب 30 جنيه. ب 30 جنيه؟ ايه كان الاول بقى مجموعه ايه؟ ايوه كان الاول يخش له ب 15 جنيه. دلوقتي عشان غالي غالي. يعني دي النهارده تعمل لها 30 سنت. تمام. ينفقوا فيه 100 ب 30 سنت بكام؟ 30 في 100 حوالي 300 ولا ايه ده؟ لا هو ده كنا بنجيبه ب 25 جنيه تبقى ربع جنيه. النهارده تعمل لها 30. وانت معاك الغزل بقى والحاجات اللي هي؟ ايوه اهو الغزل بتاعها ايه. طب انت بتبيع يا عم جمال ولا كده حاجتك دي بقى بس عشان ابقى عارفه، لان مش معقول انت تشتري الحاجات دي من غير ما تستنزف يعني. يا دوما اهو كان معايا الشهر بربط اهو. لو امال انت ما تعملش السماره يا عم جمال. السماره ازاي؟ هتشتغل ازاي؟ بتشتغل فيه. تعملي سن من ده؟ هتفضلي يعني هتطعميها يعني؟ هتقطعها ايوه. الشعر نفسه تخين. ما ينفعش معايا؟ لا عايزه واحد رفيع بقى. يعني برضه السناره لها مواصفات. كل مواصفات دي بتاعت الشمال دي ما يتقطعش. بتاع مثلا صنفره جرموش جامي اسمه 70 انت عايزه بقى شعر سليم. والسناره صغيره دي ما تنفعش، دي كمان هتطعميه الطعمه مش هتيجي دي الثانيه بقى صغنونه خالص كده يعني. قولي بقى انت امسكي بس كده. ايه قولي بقى انت هتربطي دي ازاي كده يعني. بروح انا ماسك دي كده. طريقه ربط السناره صح كده؟ احنا بنجيبه دي كده. ايوه تمام يا جماعه دي طريقه ربط السناره يا جماعه. ونجيبه الطرف الثاني كده. كده ماشي. ونروح لانفين دي كده. كده 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 ونشده بقى دي. يا نهار ابيض. بص كده بص كده كده. ودي تنفع في الصغيره برضو؟ ممكن. بص بقى الاثنين التانيين بقى هم. ادي واحده اهي. ماشي وادي واحده اهي. بحطهم كده وامسك كده كده اخد البعد اللي انا عايزه. كنت ودايق اوسع كده واروح ماسكها من هنا واروح جايب الطرف الثاني كده اهو تحت ايدي كده. تمام. خدت بالك هيبقى معايا الطرف الاولاني اللي هو ده اهو. ده انت بقى بص كده بص كده كده وارص ارص 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 كده واروح شادد بقى دي كده. بص بقى كده اهو. بسم الله ما شاء الله. عم جمال في حد بيطلب منك الحاجات ديت؟ ايوه في ناس بتطلبها وبتعملها له صح؟ شايفين يا جماعه؟ ما شاء الله. انت بقى ممكن تربطيها انت بقى. يا جماعه انا بصراحه انا مش عايزه انهي الحلقه مع عم جمال بامانه يعني. لا ده انت لازم تربطي السناره دي. لازما. وبعدين انا لازما اجي تاني مره يا عم جمال. هنيجي تاني وتعرفني حاجات كتير ماشي؟ مش هتربطي دي؟ لا مش هكمل بقى الربطات. خلاص يلا ماشي؟ يلا. المهم انا كنت مبسوطه جدا معاك يا عم جمال. كمال يا ندبك عشان انت هتمشي وتسيبيني. بتقول ايه؟ كمال يا ندبك.